السلام عليكم. في الفيديو ده هناخد الكوتينيوس لارفا ميجرين. الكوتينيوس لارفا ميجرين ده عبارة عن نيماتود، ولكن مش أي نيماتود. النيماتود دول بيكونوا موجودين في القطط والكلاب، ولكن هي الادلت وورم بتاعتهم بتكون موجودة في السمول انتستين الخاصة بالكلاب والقطط، ولكن الانفكتيف لارفا بتاعتها ممكن تصيب الإنسان. وإن الانفكتيف لارفا بتاعتها هي مش مهيئة إن هي تعيش في الإنسان، فبتفضل تمشي تحت الجلد بتاع الإنسان لمدة أسابيع لشهور، بعدين بتموت. في البداية كده الإنسان بيصاب برضه بنوع بيقدر يخترق الجلد بتاعه، ولكن النوع ده مخصص للإنسان، يعني بيقدر يعيش في الإنسان فبيروح للسيركوليشن، بعدين بيوصل للسمول انتستين. وده هو مين بالظبط؟ هو الأنكليستوما ديودينم. بينما الكوتينيوس لارفا ميجرين فهي مختصة بالكلاب والقطط، فالكلاب ليه نوع والقطط لها نوع. الكلاب ليها نوع اسمه الأنكليستوما كانينا، بينما القطط اسمها الأنكليستوما برازيليانس. وحاليا هنعرف دورة حياة الأنكليستوما ديودينال. أما عن الإكسترا سايكل، فلو تخيلنا إن معانا الإنسان ده، والإنسان ده مصاب بالأنكليستوما ديودينال اللي موجودة في السمول انتستين، وشغالة تخرم في التشو، وشغالة تعمل صك للبلد، وشغالة تتغذى على الغذاء اللي هو بيحصل عليه، فبتكبر. والميل بيخص بالفيميل، وبعدين بينزلوا البويضات بتاعتهم في الستول اللي بينزل في التربة. أول ما الإج ده بينزل في التربة، ده بيكون الوسط مناسب ليه. هو في البداية الإج ده أصلا بيكون immature، يعني مش جواه الأدلت وور، بيكون immature. بعدين بيحصل له هاتشد أول ما ينزل في التربة عشان يتحول للفيرست ستيج لابيداتي فورم لارفا. بعد ما يتكون الفيرست ستيج لابيداتي فورم لارفا، ده بيحصل له حاجة اسمها فيرست مولت. يعني ايه فيرست مولت كده؟ يعني بيحصل له انسلاخ. يعني ايه انسلاخ؟ يعني بيبدأ يغير من شكله، فبيتحول لحاجة اسمها سكند ستيج لابيداتي فورم لارفا. بعد سكند ستيج لابيداتي فورم لارفا بيتحول تاني ويحصل له سكند مولت، وبعدين يحصل له انسلاخ تاني ويتغير في شكله عشان يتحول لحاجة اسمها فيرست ستيج فيلاري فورم لارفا. الفيرست ستيج فيلاري فورم لارفا دي مش بتحب تقعد في التربة من تحت خالص، بتحب تروح على السطح بتاع التربة. بتحب التربة المندية كده، التربة اللي بيبقى فيها شوية مية كده، تمام، بتكون موجودة فيها. فالإنسان ده سواء مزارع، أو سواء واحد بتاع طوب بنا فبيشتغل في الطين، أو سواء طفل مش لابس حاجة في رجله، فده بتستغل الفرصة دي عشان تعمل إيه؟ تعمل بنتريشن للإسكان وتدخل في جسم الإنسان. أما بعد ما عملت بنتريشن للإسكن ودخلت جسم الإنسان من خلال الإسكن ده، فبتلاقي أقرب بلاد فيزلز عشان تدخل جوه، وبتلف مع السيركوليشن عشان توصل لللنج. في اللنج بتكبر وتبقى سكند ستيج فيلاريفورم لارفا. هي طبعا قبل ما تعمل بنتريشن كانت حاجة اسمها فيرست ستيج فيلاريفورم لارفا، ولكن لما دخلت في اللنج كبرت وتحولت لسكند ستيج فيلاريفورم لارفا، وده يعتبر الفورس مولت. كده حصل 3 مولت خارج جسم الإنسان، وواحد مولت حصل داخل جسم الإنسان. بعدين بعد ما تدخل اللنج ده، فهي عاوزة تروح للمكان بتاعها، الهابيتات بتاعها زي ما اتفقنا. فبتروح بعدين تدخل في البرونكاي، بعد البرونكاي تدخل في التراكية، بعدين تركب وتصعد تاني تروح لللارنجس، بعدين بتركب للفارنجس، بعدين الإنسان بيجي إيه؟ يبتلع عشان تروح للمكان بتاعها، هي سمول انتستين. أول ما بتوصل للسمول انتستين بتروح للمكان بتاعها هي جيجنم، وبتتحول لأدلت ميل وفيميل. والأدلت ميل والفيميل دول بيسببوا المشاكل بقى اللي هنعرفها حاليا. وبعد ما عرفنا دورة حياة الأنكليستوما ديودينم، هنعرف حاليا إزاي بيحصل الكوتينيوس لارفا ميجرين. أما على اللايف سايكل فبنبدأ بالقطط والكلاب اللي كل منهم نوع من الأنكليستوما. الكلاب ليه نوع الأنكليستوما كانينم، أما القطط ليهم نوع الأنكليستوما برازيلينس، اللي كل منهم الأدلت وورم ميل وفيميل بيعيش في السمول انتستين وهم مصابين، تمام. فالأدلت ميل بيخص بالأدلت فيميل، وبعدين بينزلوا الإج بتاعتهم في الأسطول سواء بتاعت الكلاب أو القطط. بينزلوها فين؟ وبالأخص فين؟ في المناطق الشواطئ والمناطق الساحلية اللي الناس بتمشي فيها حاف. وخصوصا كمان لو إنسان بيكون مربي قطط أو كلاب، فبيتعامل
في بعض الأوقات مع الأسطول سواء مع الكلاب أو القطط. المهم إن الإج دي لما بتنزل في التربة بتلاقي إن الوسط ده مناسب ليها، فبتطلع الرابيداتي فورم لارفا. الرابيداتي فورم لارفا ده بتكبر وبتغير في شكلها عشان تتحول إلى الانفكتيف ستيج في الاريفورم لارفا. تاجي بعدين القطة والكلب بتلعب في التراب، فتاجي الانفكتيف ستيج في الريفورم لارفا تخترق الجلد بتاعهم وتلف نفس السيركوليشن اللي حصل في الانكليستوما ديودينال في الانسان، هنا برضو نفس السيركوليشن يحصل جوه الكلاب او القطط لحد ما بتوصل للسمول انتستين وبتتحول لادلت ميل وفيميل، وبكده نكون انتهينا السايكل. طيب هنا فين الإنسان؟ أو أنا هنا أهم حاجة بالنسبة للإنسان، أنا هنا كلاب وقطط، طب فين الإنسان؟ الإنسان هنا ممكن يخترق الانفكتيف ستيج في الريفورم لارفا ده، يخترق الجلد بتاعه، ولكن هو ده الإنسان ده هي مش حابة تعيش فيه، هي مش بتعيش جوه الإنسان، فبتخترق الجلد بتاعه وبتلاقي إن الوسط ده مش الوسط بتاعها، فبتخترق الجلد وبتقعد لمدة أسابيع لشهور بعدين بتموت. طيب هنا لو حابين نعرف مين الديفينيتيف هوست ومين الانفكتيف ستيج ومين الدايجنوستيك ستيج. الديفينيتيف هوست هنا هي الكلاب والقطط، هي اللي كانت مصابة وهي السايكل بتاعتها والديزيز حصل فيها هي. طيب مين الانفكتيف ستيج؟ هي الانفكتيف فلاريفورم لارفا اللي اخترق سواء جلد الانسان او الكلاب او القطط. طيب مين الدايجنوستيك ستيج؟ هي الايج اللي بتنزل في الاسطول، لو فحصناها بالميكروسكوب وشفنا الايج بتاعت الكلاب والقطط هنلاقي فيهم الايج دي. طيب بينما هنا الإنسان هو إيه بالظبط؟ الإنسان هنا أكسيدنتال هوست. يعني إيه أكسيدنتال هوست؟ يعني هنا السايكل مش بتاعته، ولكن هنا هو جه وخدها بالغلط. يعني خد اللارفا دي بالغلط وهي دخلت فيه ومش عايزة تدخل فيه أصلا، هي مش حابة تدخل فيه لأن هي كده مش هتكمل السايكل بتاعتها، مش هتحول لأدلت ميل وفيميل، فهي دخلت فيه بالغلط. فلما دخلت فيه بالغلط قعدت كده لمدة أسابيع وشهور وماتت. أما الأعراض اللي هتكون في الإنسان ده أو البيشنت هتكون عبارة عن بلورايتس. يعني إيه بلورايتس؟ يعني الإنسان ده هنلاقي إن هو فيه احمرار كده وشغال يهرش في المناطق دي. وكمان إيه تاني؟ هي كيرف التراك. يعني إيه كيرف التراك؟ يعني الإنسان ده بسبب إن الدودة بتتمشى في السبكوتينيوس وهي بتتمشى من 1 ل 2 سنتيمتر لمدة في اليوم الواحد. طيب هنلاقي يعني ايه كيرف التراك؟ يعني نلاقي الدودة شكلها كده وشكلها مموش كده تحت الجلد بنقدر نشوفه. طيب وايه تاني ممكن يحصل وهي المشكلة الكبيرة ان يحصل سكندري بكتيريال انفكشن، المنطقة دي هتكون معرضة ان يجي فيها بكتيريا ويحصل فيها بص وصديد. اما عن التشخيص فهيكون من خلال الكلينيكال بيكتشر. هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الانسان ده عنده بلورايتس يعني شغال يهرش في جسمه وعنده احمرار، وكمان هنلاقي الكيرف تراك ان الانفكتيف ستيج في الاريفورم لارفا شغاله تتمشي تحت الجلد. بالاضافه كمان احنا لما نيجي نشوف السي بي سي، هل هتتوقعوا ان احنا هنلاقي ايزينوفيليا او لا؟ هنا مش هنلاقي ايزينوفيليا. ليه طيب مش هنلاقي ايزينوفيليا؟ ان احنا زي ما اتفقنا ان هي موجوده سبكوتينيوس. سبكوتينيوس يعني هي ما راحتش اصلا للدم، فما راحتش للدم فما فيش خلايا مناعه هتكون موجوده في المنطقه دي، فبنلاقي نو ايزينوفيليا. طيب في ساعات وده نادر ممكن يحصل ان احنا نلاقي هاي ايزينوفيليا. وده امتى بيحصل؟ ولما بيحصل بنقول ان في ايه؟ بنقول ان الانفكتيف فلاريفورم لارفا يعني ايه تعمقت شويه في التشو واخترقت شويه في التشو، تمام؟ فعشان كده حصل ليها ايزينوفيليا. لكن هي من الطبيعي ان هي مش بيكون فيها ايزينوفيليا لان هي اصلا بتكون سبكوتينيوس وما بتوصلش للدم. اما العلاج فبيكون سيلف ليميتنج. ليه سيلف ليميتنج؟ ان احنا زي ما اتفقنا ان هي بتقعد اسابيع وشهور بعدين هي بتموت. طيب احنا لو حبينا برضو نخفف ونعالج الحاجه دي بندي الالبندازول والايفرمكتين اللي هي مختصه بالتشو بتاع النيماتود، وكمان بندي التوبيكال سايبندازول، ده عباره عن كريم كده بنحطه في المنطقه اللي حاصل فيها الحاجه دي. بالاضافه لكده الانتيبيوتيك لان حصل السكندري ممكن يحصل سكندري بكتيريال انفكشن، وانتي هيستامينيك لان المنطقه دي حصل فيها احمرار زي ما اتفقنا وحصل فيها هرش فبندي انتي هيستامينيك. اما عن البريفنشن والكنترول فبيكون من خلال ان احنا نتجنب ان احنا الاتصال بالكونتامينيتد سويل. يعني كونتامينيتد سويل ايه؟ اللي عليه الاسطول بتاع سواء القطط او الكلاب. بالاضافه لكده ان احنا نرتدي احذيه. بالاضافه كمان ان احنا المكان اللي هنقعد فيه نكون فرشين عليه حاجه عشان نقدر نقعد عليه.
وكمان حاجة اسمها prompt disposal of animal wastes، يعني الناس اللي بتتعامل مع الحيوانات ومربية سواء قطط أو كلاب إن هي تلبس جوانتات وهي تتعامل مع الأسطول دي والتنظيف في المنطقة بتاعتهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. داتا الفيديوهات هتلاقوها على قناة التليجرام. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، والضغط على زر اللايك ومشاركة القناة على أوسع نطاق.